مقطعين بعدها نعلق عليه. هذا المقطع الأول. أنا قلت بعلق بس ما أدري إيش أعلق وأقول. هذا في الرياض فعليا ما أدري إيش أعلق وأقول. الناس قالوا إن شاء الله إن مع الحرب بدوا يركزون إنه أوه والله فعلا الوضع اللي كنا فيه سيء ومأساوي وسوداوي ومنيل في 60 نيلة. طلع لا، كل اللي صار إنهم وقفوا أثناء الحرب. ليش؟ لأن الفنانين اللي برا رفضوا يجون. الأشياء كارثية وتوضح لك مدى غباء المسؤول. شوف المسؤول هذا، شوف شو بيقول. تكلم لغة أرقام. أنتم صحفيين وتعرفون إيش معنى لغة الأرقام، خصوصا إذا كانت لغة الأرقام لغة دقيقة وحقيقية واقعية. في نفس المؤتمر ما هو حجم الانفاق الحكومي المتوقع على موسم الرياض؟ يعني الرقم اللي إحنا ضاخينه؟ يعني حجم الانفاق المتوقع من الحكومة نفسها. يعني الحمد لله الرقم مو كبير مقارنة بالإنجازات. يعني وش الإنجازات؟ أنا أحب إني أتحفظ شوي عن الإفصاح عن أرقام. إحنا نتكلم لغة أرقام، تحفظ شوي عن الإفصاح عن أرقام. في نفس المؤتمر هذا ثالث رجل في الدولة ولا رابع رجل في الدولة؟ في نفس المؤتمر شفت التناقض. يعني ما تتكلم مثلا والله بعدها بشهور بسنة، لا في نفس المؤتمر بعدها بدقائق. هذول هم المسؤولين اللي عندنا. لو لا قدر الله ما انتبهت تحسب إن حفلة عادية. شوف إيش اللي في الحفلة. إيش هذا الشيء؟ المستفز مش هنا. المستفز إنهم قاعدين يحرقون مئات الملايين في نفس الوقت اللي الشباب فيه عاطل. يعني هم يحاولون يقنعونك إن مثل هذا يتوفر وظائف. يعني فعليا لو العطالة عندنا بسبب ما عندنا ثروات، ما عندنا سيولة نقدية، ما عندنا نفط، تتحمل الله لهينك. ما عندنا شو نسوي. بس في مئات الملايين، في المليارات، لكن قاعدة تصرف على تحقيق طموحات مراهقين في الدولة. مراهقين زي اللي قبل شوية، مراهقين زي هذا المراهق. شوف زي هذا المراهق، هذا مفترض أنه رجل دولة. هذا رح يقتل الأعداء من الضحك. هذا شوف، هذا رجل دولة. هذا في فلوس زي الرز زي ما يقول السيسي، بس ما قاعدة تصرف على الناس، قاعدة تصرف لتحقيق رغبات مجموعة مراهقين. وضع مأساوي. يعني إن جيت كفر، إن جيت مغنية تشتم لله، مغنية تشتم لله. إن جيت سماجة وبياخة يا رجل. والله الحل نووي، الحل إنها تقوم القيامة. مع كل هذا الأوضاع متوترة واحتمال فعلا إنها ترجع الحرب. يعني أمريكا مش قادرة تقبل شروط إيران، وإيران مش قادرة تقبل شروط أمريكا. وإيران اليوم أرسلت مسيرة على الإمارات. يعني في أي لحظة ممكن ترجع الحرب. والجبهة الداخلية عندنا مشحونة. يعني شوف التفاعل في قضية فيصل المطيري، وشوف التفاعل مع داود الشريان. شوف التفاعل الضخم. الطبقة الداخلية غير مستقرة، أو الجبهة الداخلية غير مستقرة. البيوت مليانة عاطلين، السجون مليانة معتقلي الرأي، بنية تحتية عندنا والله منيلة في 60 نيلة ورايحة في العجة. ومع هذا مستمرين في الصرف مليارات على أشياء تافهة. والله لو جاء أحد من كوكب خارجي يشوف، حتى مش محلي، لا من برا، ويبغى يدمر البلد عندنا، ما راح يسوي أحسن من اللي قاعد يسوون المسؤولين الحاليين على كافة الأصعدة. يعني الحرب على الأبواب. قاعد أفكر بصوت عالي زي ما يقولون، وفعلا ساعدوني، لأن اللي قاعد يحدث غير طبيعي. هل في أي دولة في العالم، بغض النظر عن الحكم الشرعي، مشاريعه إنها تجيب فنانين ويلا رقص وفلو؟ هل في زي كذا ولا بس الوضع عندنا كذا؟ والله قاعد أفكر وبحثت وسألت.
وسألت شات جي بي تي وقلت يمكن شات جي بي تي حق الأمريكان، وسألت ديب سيك، كل الاي ايات سألتهم، مدير الاي اي سألته هل في دولة كذا؟ هل في دولة مشاريعها أنها تجيب الفنانة ترقص وتعطيها ملايين؟ هل في دولة زي كذا تشوف شباب عاطلين وتصرف المليارات على أشياء تافهة؟ اللي قاعد يحدث غير طبيعي. شوف، أنا ما أتكلم لك عن شكل الدولة وأن الأنظمة الملكية والأنظمة الديمقراطية ومشاركة شعب، لا، ما قاعد أقول لك كذا. حتى لو أنظمة ملكية، هل في شيء زي كذا؟ ولا الوضع اللي عندنا، يعني الوضع اللي عندنا ما أدري فعلا. الوضع اللي عندنا الجواب الوحيد له ما أدري، ويجيك انفصام، لأنه مستحيل اللي قاعد يحدث.